اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ وحشتوني جدا والله. النهارده بقى زي ما انتوا عارفين احنا فين. احنا عند امي في الصعيد يعني. زي ما انتوا شايفين هعمل لكم بقى طريقة المحشي على اصولها بالطريقة الصعيدية زي ما انتوا شايفين كده. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد ونشترك في القناة ونفعل الجرس علشان كل ما ننزل فيديو جديد ان شاء الله تتفرجوا عليه. تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين بدأنا بنسلق الكرنب، الورق الكرنب ده طبعا هما بيزرعوه هنا عندهم، يجيبوه من الغيط. بسم الله ما شاء الله. العيشة في الصعيد وفي الريف بتكون جميلة جدا. المنظر بس لوحده كده ما شاء الله. للي معاش في الصعيد هصور لكم كام فيديو كده ان شاء الله تتفرجوا عليه وان شاء الله يعجبكم. خلاص كده بدأنا نخلص سلق الكرنب. بسم الله ما شاء الله. انا البيت ده بتاع والدتي وابويا، فبصور لكم فيديو وهصور لكم فيديو برضو باذن الله في المناظر الطبيعية ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام. هنا البصلة بتاعتنا قطعت 3 بصلات كبار وحطيت السمنة. وهنا خلاص كانت اخر حاجة بس الكرنب زي ما انتوا شايفين. هنقطع بقى ورق الكرنب. احنا عندنا الجو في الصعيد غير القاهرة خالص. كان الجو برد جدا 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 فوق ما تتخيلوا. مهما اوصف لكم على الجو يعني بالنسبة للقاهرة، ياه الفرق فرق بعيد جدا بصراحة. خلاص كده يا حبايب قلبي، انا بقطع ورق الكرنب. هنعمل النهاردة محشي كرنب على الطريقة الصعيدية ان شاء الله. وهنعمل بسم الله ما شاء الله ملوخية وفراخ. هتشوفوا معايا ان شاء الله الفيديو ويعجبكم. تغيير يعني. بوريكم الناس هنا عايشين ازاي. الحمد لله احنا طبعا كلنا اتربينا هنا في الصعيد ما شاء الله، الله اكبر. بلد امن وامان وهادية، هادية جدا وناسها طيبين. تمام يا حبايب قلبي، عايزين نصلي على سيدنا محمد. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد ان شاء الله. تمام يا حبايب قلبي، بوريكم انا بقطع الكرنب ازاي من اول ورقة لاخر ورقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان عندي دور برد، معلش ظروف على صوتي ده، انا اسفة. تمام يا حبيب قلبي، زي ما انتوا شايفين خلاص كده الصلصة بتاعتنا. حطيت الطماطم على البصلة اللي احنا حمرناها زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى تتخدق على نار هادية. احط لها معلقة بس سكر واسيبها عشان الحموضة زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. انا صوتي واضح. بوطي صوتي بس عشان محدش يسمع صوتي. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. اللي عندنا الفراخ برضو هم اللي مربينها كده يعني هنا في البيت. فراخ بلدي بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين هحط لها طماطم وبصل والحاجات بتاعت الشوربة يعني اللي احنا متعودين عليها زي ما انتوا شايفين. الشوربة دي هنعمل منها الملوخية وهنعمل منها ان شاء الله المحشي بتاعنا. أكلة بسيطة بس كانت بسم الله ما شاء الله جميلة جدا والله بالهنا والشفا. خلاص زي ما بوريكم كده بحط طماطم وبصل على الشوربة. تمام يا حبايب قلبي، وحشتوني والله. انا اسفة بتأخر عليكم في الفيديوهات، لكن الجو هنا مش مساعدنا خالص زي ما متعودين في القاهرة يعني. وحشتوني جدا وان شاء الله الفيديو يعجبكم
تكتبوا لي كومنتات حلوة وتصلوا على سيدنا محمد. هنا بتاع الطماطم بسم الله ما شاء الله اتسبكت، الصلصة اتسبكت زي ما انتوا شايفين كده، لونها كان جميل جدا. الإضاءة هنا عندهم في البيت كانت ايه يعني مش حلوة يعني. تمام. بسم الله ما شاء الله. حطينا الرز على الطماطم هنا، الطريقة اللي هم متعودة تعملها، يعني انا بعملها زيها. تمام يا حبيب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بقى توم، معلقة توم، ونحط خلطة المحشي، بهارات المحشي يعني هما بيعملوها هنا كده كلها على بعضها. فحطيت معلقتين من بهارات المحشي وشطة حامية، هما بيحبوا المحشي هنا طبعا بالشطة الحامية. وحطينا ملح، وهنحط الخضرة، كانت الخضرة شبت وكزبرة. تمام يا حبيب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده هنقلب وهنلف بقى المحشي على ايدنا كده على طول، علشان انا طبعا مش هلف المحشي كله معاكم، انا هعمل كام صف معاكم كده، وهقعد بقى انا واهل البيت نقعد بقى انا واهل البيت نحشي على رواقه كده. زي ما انتوا شايفين الرز كان حلو جدا، بس الكاميرا الاضاءه عندنا هنا مش كويسه بصراحه، فاسفه على الاضاءه دي. هي ظلمه بصراحه لونه الخلطه بصراحه كانت لونها حلو قوي، والصلصه بتاعتها كانت مظبوطه. تمام يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، كانت مية مية. خلاص هنقعد بقى نتربح كده ونعمل ونعمل نلف بقى المحشي كلنا. تمام. هنا الحلة اللي احنا هنعمل فيها بحط فيها من تحت صف كده اي حاجة ورق، يعني علشان ما تتلسعش مني، لان البوتاجاز اللي عندهم بوتاجاز ناره عالية يعني. تمام. بسم الله ما شاء الله. كانت حالة محشي بالهنا والشفا. حبيت اعمل لكم فيديو هنا في البيت عندنا هنا في الصعيد، الطريقة بتاعة المحشي. طبعا هنا في الصعيد هم بيزرعوا الكرنب، وبيزرعوا اي خضار بيجيبوه من الغيط، وبالهنا والشفا بيكون طبعا طازة. فطبعا الشتاء هنا كل يوم ان الدنيا هنا تلج، فبيعملوا بيعملوا محشي كل يومين 3 محشي، محشي كرنب بقى، محشي مشكل. تمام. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، الدنيا هنا هدوء جدا فوق ما تتخيلوا، غير القاهرة خالص. الجو هادي وجميل بصراحة، لان الناس هنا متعودين ان هم يناموا بدري ويقوموا بدري. طبعا بيقوموا من بعد الفجر، يصلوا الفجر ويقوموا من بعد الفجر. بصراحة عادات هنا جميلة جدا، اتحرمنا منها لما قعدنا في القاهرة. تمام يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. خلاص كده انا هوريكم بس كام صابع، وهقعد انا بقى مع نفسي كده انا والشلة نلف بقى المحشي. تمام. وحشتوني جدا جدا، انا مقصرة في الفيديوهات بصراحة، من ساعة ما جيت بقى لي كام يوم كده مش عارفة اعمل فيديوهات خالص، فسامحوني. ان شاء الله هنظبط الدنيا مع بعض. ادعولي بس ربنا يفك كربنا ان شاء الله. تمام يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. اسفة على الاضاءة، بس الحاجة كانت شكلها جميل جدا يفتح النفس. بالهنا والشفا. ان شاء الله الفيديو عجبكم، تكتبوا لي كومنت حلو، وشرفتوني ونورتوني يا حبايبي الجداد. ان شاء الله نكبر مع بعض بالقناة. تمام. زي ما انتوا شايفين هنقعد بقى نلف المحشي ونرجع بقى نسويه مع بعض. هنسويه على نار هادية، ونعمل بقى نحمر فراخ، ونحمر الفراخ بتاعتنا، ونعمل طبقين ملوخية كده، برضو ملوخية صعيدية هنا هما بيعملوها، مش خضرة بتاعت القاهرة، لا في ملوخية تاني ناشفة صعيدية يعني. تمام. بتكون جميلة جدا بسم الله ما شاء الله، كانت زي السكر. وبالهنا والشفا يا حبايب قلبي، يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم. بقول لكم وحشتوني جدا جدا والله.
حبايب قلبي ان شاء الله هنبدأ ان شاء الله في الفيديوهات زي الاول. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. عايزين نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ربنا يزيح يا رب الغمة. هنا اختي كانت جنبي ف ايدها بانت معايا، معلش اسفة. تمام زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصنا. هقعد بقى بوريكم عشان كام صف، وهقعد بقى انا اخلص مع نفسي. هنا كنا خلصنا بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده خلصت حلة المحشي، هنحطها نسويها بقى. تمام بوريكم. هي كانت كبيرة بس الكاميرا جايباها صغيرة، معلش مش عارفة ليه. خلاص كده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. هنا الصلصة دي انا كنت عايشاها من التخديعة بتاعة المحشي علشان احطها على الوش كده، عشان المحشي يكون لونه احمر وجميل. تمام هنحط بقى شوربة، مش شوربة بتاعة الفراخ، شوربة كانت حلوة ودسمة وجميلة. حطينا طبقين شوربة وبسم الله ما شاء الله. هنولع على المحشي علشان نتغدى. الفيديو ده كان بعد العصر، هينزل لكم بالليل ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده. بحبكم في الله، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتكتبوا لي كومنت حلو وتصلوا على سيدنا محمد. تمام بسم الله ما شاء الله. كان شكلها يفتح النفس. هندخل بقى على هي كده كانت داخله على تسوى. وانا باجي اسوي المحشي بحط له طبق كده عشان المحشي ما يتفكش، ولما يدخل على السوا بكون حايشه الطبق اللي انا حطيته. تمام يا حبايب قلبي، بوريكم التسويه بتاعتها على نار هاديه علشان كله يستوي مع بعضيه. خلاص كده كان المحشي بتاعنا بقى هنا استوى، ونزلته علشان نحطه في الاطباق ونتغدى. بسم الله ما شاء الله. ربنا يديم علينا يا رب نعمه. الاجازه بتاعتنا هنا هتطول شويه في الصعيد، وهصور لكم ان شاء الله، ان شاء الله بوعدكم هصور لكم فيديوهات حلوه بره في الريق في الغيط يعني، وفي الحتت اللي احنا بنروحها الزراعه كده يعني، والمناظر الطبيعيه الجميله ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه منكم دعوه حلوه لاختكم، لان الواحد والله العظيم في كرب، ربنا يفك كربنا يا رب يا رب ان شاء الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اي حد بيأذي حد. بحبكم في الله، يا ريت تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل. اي حد بيدعي لاخواته المسلمين بيكون زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يديم علينا نعم يا رب. سامعين صوت القطر؟ احنا بيت ابويا بيكون جنب القطر يعني. بسم الله ما شاء الله. هنا خلاص الملوخية بتاعتنا استوت، وحمرنا الفراخ وحطينا المحشي بتاعنا زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. تمام يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامة.